كيكو الشوكولا ولا كيكة الشوكولات من بين الحوايج اللي ديما كنفكروا اننا نصايبوهم. اون فوا كنفكروا باننا نصايبوا الكيكو الشوكولا. ماشي بالضروره تحتاجوا الكميه كبيره ديال الشوكولات. غادي نوريكم اليوم واحد الطريقه اللي ممكن تسهل عليكم وتخليكم تحصلوا على واحد الكيكو شوكولا اللي هو موالو وبواحد الصوص اللي كتجي رائعه معاه. اول شيء غنحتاجوه هو غنحتاجو تقريبا الاستخدام ديال واحد 5 ديال البيضات من حجم متوسط. اذا كانوا 4 ديال البيضات حجم كبير، هنايا البيض عندي كان متوسط، داكشي علاش استخدمت 5. مي ممكن تستخدموا غير 4 اذا كان البيض حجم كبير. كنوضعوهم في واحد الاناء زجاجي اللي غنخدم فيه الخليط، وكنضيف عليهم تقريبا 200 غرام ديال السكر حبيبات، وكنضيف عليهم 2 غرام ديال الملح. وهنا ضفت ملعقه مائده من السكر اللي هو منكه بنكهه الفانيلا طبيعي. ممكن تستخدموا ساشي ديال الفاني عاديه. هنا غير عن طريق استخدام الخلاط اليدوي ولا المضرب اليدوي كافي انكم تمزجوا هذا الخليط. هنا ضفت ما يعادل تقريبا 200 ملل من اللبن الطري. كنأكد على ماشي الحليب اللي تضيفوا عليه الخل. اللبن الطري معروف على ان انواع لي كيك وشوكولا كيحتاجوا اللبن كيعطيهم واحد الطراوه. الانزيمات اللي فيه كتساعد على ان الكيك تكون رطبه. حيت المشكل اللي كيلقاو السيدات مع لي كيك ديال الشوكولات هو انهم كيكونوا ناشفين وكيتفرتوا في اليدين ديالنا. هنايا غنضيف بودره الكاكاو الخام، غنضيف منها تقريبا 100 غرام، وقوموا بالنخل ديالها جيدا حيت كما عارفين ان الكاكاو كيتكتلوا فيه واحد الحبيبات. باستخدام المضرب اليدوي كنحاول انني نمزج هاد العناصر. في الاول غيجيكم صعيبه، حنا عارفين بان الكاكاو ما كيبغيش يمتزج مع السوائل، غياخد واحد المده معينه باش يدخل في السوائل. هنا غنضيف نصف ملعقه مائده من القهوه سريعه الذوبان، وهنايا غنضيف 120 ملل من الزبده المذابه. بطبيعه الحال ما كنضيفش داك الجزيئات ديال الحليب اللي بانوا لكم باقين في الاناء، ما كاينلاش انني نضيفهم. لكن احسن انكم لا استخدمتوا البوغ نوازيت، يعني تغليوها ديك الزبده ما تحرقوهاش حتى دوك الجزيئات ديال الحليب يتبخروا. انا ما غليتهاش، ما كنبغيش ديك النكهه ديالها في طغى على النكهه ديال الشوكولات. هنايا غنقوم باضافه الدقيق غنستخدم 225 غرام من الدقيق المعد للكيك، وغنستخدم 16 غرام من خميرة الحلويات، وغنستخدم ملعقة شاي من بيكربونات الصودا المعدة للطهي. هادو هما العناصر الجافة. غنقوم بالنخل ديالها الغربلة ديالها مزيان، وغنقوم بالإضافة ديالها. هنايا ماشي مهم انكم تقوموا بالخلط، يعني تزيدوا في الخلط ديال الكيك، حيت المكونات الدهنيه اللي قمنا بالاضافه ديالها اللي هي الزبده الحيوانيه ولا اللبن غيمنعوا بان الجلوتين يتشكل لنا. يعني هنايا الافراط في الخلط ديال الكيك ما غاديش يكون مشكل في تغيير القوام ديالها، على عكس انواع ديال الكيك اللي كيتحضروا بالمورينغ ولا كيتحضروا كتكون نسبه الدهنيات فيهم قليله. كنتفاداو اننا نخلطوا الخليط مزيان. الاناء ديال الطهي اللي استخدمته كان مول اللي هو طويل. قمت بالدهن ديالو بالقليل من الزبده ورشيته بالدقيق. ممكن تستخدموا ايضا ورق الطهي، ممكن تستخدموا مول واحد اخر دائري، كيبقى لكم الخيار، وهذا غير ذوق فقط. هنا غندخلوها للفرن اللي هو ساخن مسبقا على درجه حراره 180 رف وسط لمده تقريبا ديال على الاقل ديال 45 دقيقه. هنايا في واحد الاناء اللي هو ممكن يكون كبير، حيت غنقوم باعداد الصوص ديال الشوكولاته. غنضيف واحد 200 ملل من القشده الطريه المحلات اللي انا استخدمتها ما كانتش حيوانيه، كانت نباتيه. غنقوم باضافه عليها 100 غرام من شوكولاته الحليب. كنأكد على شوكولاته الحليب ماشي الشوكولاته السوداء. وكنضيف هنايا 60 غرام من الكاكاو الخام. غنقوم بهذا الخلط هاد العناصر جيدا. وهنا القشده الطريه خاصها تكون غاليه واصله درجه الغليان. ملي كنخلط هذيك العناصر كنزيد عليهم ملعقه مائده ديال الزبده في الاخر. الزبده كتعطي واحد اللمعان والبريق لهاد لاصوص الشوكولا اللي كنحضرها. هنايا انا استخدمت شوكولاته الحليب غير باش السيدات ما يبقاوش يعتقدوا بان صوص الشوكولات ديما خاصنا نحضروه الا كانت عندنا الشوكولاته السوداء. ممكن تاخذوا غير قطعه ديال شوكولاته الحليب من اي نوعيه
وتقوموا بتحضير هذا الصوص. وحتى ماشي بالضروره ان تكون عندكم القشده الطريه من اصل حيواني، الثمن ديالها مرتفع. انا هنا كانت عندي القشده الطريه من اصل نباتي اللي هي محلات مسبقا. هادشي علاش هنا ما غاديش نضيف السكر. كندوز هاد الصوص في واحد المصفاش باش نتاكد بان غيكون عندها واحد القوام حريري وما غاديش يكون عندي واحد التكتلات ولا الحبيبات ديال الكاكاو. هنا الكيك من بعد ما خرجت من الفران كنخليها ترتاح واحد المده ديال 5 ديال الدقائق قبل ما كنوضعها فوق رف ديال التبريد. كنحيدها من المول، وهنا غتكون ساهل انني نستخرجها. كاين السيدات اللي كيشكيو من ان الكيك كتلصق لهم الى نساو انهم يدهنوا المول اللي هما كيطيبوا فيه الكيك ديالهم ولا ما استخدموش ورق ديال الطهي. كنخليها تبرد. من بعد ما كتبرد تماما ديك الساعه غنخليها فوق رف ديال التبريد، وغنستخدم واحد الفيلم اليمونتير لتحت، وغنشد هاد الصوص ديال الشوكولاط وغنكبها بحال غنسقيها من الفوق بصوص الشوكولاته اللي انا حضرتها. صوص الشوكولاته كتكون بارده وحتى الكيك كتكون بارده، وعلى الاقل تكون خرجنا 35 دقيقه من الفرن قبل ما نقوموا بالتسقيه ديالها بهاد الصوص ديال الشوكولاط. الفيلم اليمونتير اللي استخدمته لتحت هو لي ريزيدو ديال ديك لاصوص اللي كتنزل لتحت ما كنلوحهمش. كناخذ هذيك الفيلم اليمونتير كنحيد منه هذيك لاصوص الشوكولاط وكنرجعها كنستخدمها في نفس هذا الاستخدام ديال هذا الكيك، حيت انا غنقوم بالتقطيع ديالها لشرائح، وكل شريحه مني غنقدمها غنرافقها بالقليل واحد المقدار معين ديال هذا الصوص ديال الشوكولاته اللي قمت بالاعداد ديالها. انا كما كتشوفوا انا ما صبرتش على قطعتها وهي مازال باقا واحد شويه سخونه. داكشي علاش كيبان لكم البخار مطلع منها. بابا كنكونوا مضغوطين بالتصوير، كتكون لا باتري ديال الكاميرا قلبت تسالي، واخا كيكونوا عندكم دي باتري وحدين اخرين كنضطروا اننا ما كنحترموش اشياء معينه، ولكن نتوما خليوها تبرد تماما عاد تقوم بالتقطيع ديالها. انتم كما كتشوفوا مرمله من الداخل، شاده راسها ما كتفرتتش لينا. وشوفوا هنا من بعد ما خليتها تسقات وشربات هذيك لاصوص، ومني كنقوم بالتقديم ديالها التقديم الفردي كنقدمها بهذا الشكل، وكنقوم بسكب هذيك لاصوص وشوكولا اللي انا حضرتها. من اروع لي كيك وشوكولا اللي ممكن تجربوهم. طريقه التزيين كتبقى لكم، التقديم كتبقى لكم. انا كنعطيكم غير الاساسيات اللي ممكن تعتمدوها باش تحضروا انجح كيكه بالشوكولاته بواحد القوام اللي هو جد رهيب. كونوا متاكدين انكم ما غاديش تشبعوا من الماكله ديالها. غيطلع لكم رابط فوق الشاشه فين كاين الفيديو اللي فايت ليا وسبقت حضرت فيه كيك وشوكولا. كونوا متاكدين هاد جوج ديال الوصفات لا فات ليا وسبق وحضرتها في القناه ولا هادي من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربوهم اللي بغيتوا تحصلوا على كيك ديال الشوكولاته ناجح 100%. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم والاعجاب. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مريم في القناه، يشترك في القناه ويفعل زر ديال الجرس باش يوصلوا جديد ديال الفيديوهات اللي كنحطها اسبوعيا. وكنتظر من المتتبعين ايضا انهم يشتركوا في الحمله ديال ايصال القناه ل 10000 مشترك. بدون الدعم ديالكم والتشجيع ما يمكنش هذه القناه تكبر. ونشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.